السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات وحلويات سكينة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جديد. غنشارك معكم هاد الخبيزات ديال الدار اللي كيجيو رائعين خفاف كيف ما كتشوفوا النتيجه ديالهم في الفيديو. كيجيو خفاف بحال القطن وكيجيو طالعين نفس الخبز اللي كنشريو من على برا. غادي تحضري ان شاء الله في الدار بكل سهوله بطريقه سهله بزاف، ما فيش الخدمه بزاف، ما فيش قوه الدليك والخدمه بزاف. دغيا غادي تصاوبيه وكيعطي نتيجه رائعه. ضروري غتجربيه ان شاء الله في هذا العيد. تبعي معايا الفيديو باش تشوفي المقادير واهم حاجه طريقه التحضير باش تحصلي على هذه النتيجه ويجيك الخبز خفيف ومهوي. نخليكم مع بقيه الفيديو وما تنسوش تخليو لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره غتشوفوها. ونبداو على بركه الله في المقادير. احتاجيت هنايا 2 زلايف صغار ديال دقيق الفورص مع 3 زلايف ديال دقيق الفينو. الزلافه اللي كنعبر بها صغيره كتهز تقريبا واحد 150 حتى 200 غرام. غناخذ هنايا واحد الكويس غندير فيه معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال هذا الحليب غبره نيدو. خلطت كلشي بالماء دافي صافي، غنخلطها مزيان وغنخلي ديك الخميره باش تفاعل حتى تطلع فيها ديك الكشكوشه حتى تعطي المفعول ديالها. غطيتها نخليها واحد 5 دقائق وردوا البال مع الماء ما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلش لكم هذيك الخميره ويخليها تطلع، يكون الماء غير دافي القياس اللي ما يحرقكش في يديك من تقيسيه. صافي هنايا واحد 5 دقائق طلعت لي ديك الخميره كيف ما شفتوا ولاو فيها الفقاعات. صافي زدتها على الدقيق وغادي نزيد شويه ديال الملحه. المهم عينكم ميزانكم. انا الصراحه في العجينه راه ما كنعبرش زعما بالغرام ولا راه غير كندير عيني ميزاني. عطيتكم تقريبا القياس ديال الدقيق. المهم تقريبا واحد 400 غرام ديال الفينو مع واحد 250 غرام ديال الفورص. هذا هو تقريبا العبار. الزليف اللي عندي انا صغيورين باش كنعبر. صافي هنايا بديت كنعجن كنضيف الماء دافي شويه بشويه. المهم الطريقه ديال العجينه راه باينه، راه كلشي كيعرفها. صافي غير كيتجمع لك داك الدقيق كامل كتولي العجينه مجموعه، كتحبسي داك الماء كتبداي تزيدي شويه بشويه في يدك، يعني عينك ميزانك كتبداي تدخلي فيها داك الماء كتعطيه هكا كضربيها غير بيدك كتدخلي فيها داك الماء حتى كتبدا تليان لك العجينه في يدك حتى كترطب كتحسي بها رطبه وبحال بدات شويه كتلصق. صافي هنا المهم راه شفتوا القوام د العجينه كي داير راه رطبه، يعني ما تخلوش العجينه قاصحه باش يجيكم الخبز زوين ويجي مهوي. راه خاص العجينه تكون خفيفه، تكون بحال يلا غتبدا تلصق لك في يدك، ما تكونش عاوتاني جاريه بزاف. هانتوما كنوريكم القوام ديالها. صافي انا هبطتها باش ندلكها. درت حدايا واحد الزلافه فيها الماء دافي كندهن هكا يديا وكنخدم كنعطيها هكا الدليك غير واحد شويه، يعني راه ما تصدعيش راسك معها بزاف. واحد 2 دقائق هكا كدلكيها شويه كتحسي بها طلقات لك وبدات شويه كتلصق. صافي كتجمعيها. هنا دهنتها بشويه ديال الزيت العود، تقدري ديري الزيت الروميه الا ما بغيتيش ديري الزيت العود. صافي جمعتها هكا دهنتها مزيان من الفوق ومن التحت وغنخليها ترتاح واحد ربع ساعه. نغطي عليها بشي بلاستيكه باش ما ديرش ليا ديك القشره وغادي ندير عليها زويف ونخليها ترتاح واحد ربع ساعه. المهم دابا الحال سخون غير ربع ساعه راه كافيه. هانتوما العجينه راه طلعات وفي نفس الوقت كتلقايها ترخفات وعطاتك الضو، يعني كتزيد كتليان هذيك العجينه وكتطلق. صافي غنزلها دابا في سطح العمل وغادي نبدا نقسم الكويرات وكنستعين بالزيت كيف ما شفتوا راني دهنت تما الرخامه قبل ما نهبطها باش ما تلصقش ليا لان العجينه كتلصق شويه. وغادي نبدا نقسم. المهم انا خرجت واحد 7 ديال الكويرات صغار. تقدري ديري خبيزات كبار، تقدري ديري صغيورين كاع صغار من هذا القياس اللي درت انت، عينك ميزانك كديري داكشي اللي مناسبك. صافي هنايا قسمت غنبدا نكور هكا. كان هنا وريتكم يعني العجينه كيفاش عامره بالهواء فيها دوك الفقاعات الهواء. دوك الفقاعات هما اللي كيعطيونا ديك الخفه في الخبز ملي كيطيب. صافي المهم كورت اولا قرصت هذوك الخبيزات ديالي ودزت هنايا باش غادي ندير لهم الزرارع. هنايا وريتكم الخليط فيه الشوفان، فيه زريعه الكتان، فيه الزنجلان وفيه ديك الزريعه ديال البيضه. صافي هنايا درت واحد الزلافه اخرى فيها الحليب مخفف بشويه ديال الماء دافي كنغطس فيه ديك الكويره
وكنورك عليها مزيان في دوك الزرارع باش تهزهم مزيان. وكنحط في اللاطه اللي مفرشه فيها الورق ديال الطبخ. ضروري ديروا الورق باش ما يلصقش لكم، اولا دهنوا مزيان بالزيت باش ما يلصقش لكم، لان كتكون العجينه مرخوفه وكتلصق. صافي غادي ندير الكويرات ديالي كاملين. درت هنايا هاد 4 ديال الكرات الاولين درتهم في الزرارع، وبقاو ليا 3 د الكويرات صغار درتهم في السميده الرقيقه. انا غادي نشارك، غادي نوريكم. هنا كشفتوا السميده الرقيقه هذه ماشي الفينو. منيت بغيت تقرصي الخبز قرصيه في السميده الرقيقه باش كتجي باينه وكتجي عاطيه واحد المنظر احسن من الفينو. صافي هنايا كملت الكويرات ديالي كاملين، وغنرجع لهديك اللاطه الاولى اللي فيها الزرارع. غادي غير نقرص شويه دوك الخبيزات نهبطهم باش ما يبقاوش بزاف غلاط. المهم انا سابقه الفيديو، هانتوما غادي تشوفوا هنايا كنقرص شويه غير. المهم ما تقرصيش بزاف، ما ترقيش، لان المهم هاد النوع ديال الخبز كيبغي شويه يجي طالع باش يجي زوين. غير وركي عليه شويه، المهم القياس اللي كيعجبك. صافي بغيتي الخبز رقيق راه تقدري ترقي مازال. المهم انا خليتهم شويه غلاط وغطيت عليه يخمر. المهم دغيا خمر ليا لان الجو سخون، كانت ديجا الكوزينه سخونه. دغيا خمر واحد 4 ساعة راه لقيتو طلع تبارك الله. صافي غادي نتقبو وغادي ندخلو يطيب الفران. راكم عارفين طيب الخبز كيكون الفران سخون من قبل، كتكوني مسخناه وكتدخلي الخبز كيطيب من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر. واللاطه الثانيه حتى هي ديال السميده راه نفس الشيء، حتى هي تقبت الخبيزات ودخلتهم. وهذا هو الشكل ديال الخبيز ديالنا من بعد ما طاب. راه كيجي رائع، كيجي خفيف. راه ما نقولش لكم راه دوزي غير بوحدو، خاصه ملي كيكون مازال سخون راه كيجي غزال. هانتوما الشكل ديالو يلق لكم هكا المناسبات، العيد، اي حاجه يعني غادي تحطيه بوجهك احمر ما غاديش يحشمك. كيجي ناجح 100%، كيجي خفيف ومهوي. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق، وما تنسوش ليا لايك تحت الفيديو، اشتراك في القناه الا كنتي اول مره غتشوفيها، ونخليكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.